السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم عن خطأ قد يبدو بسيط بيرتكبه المغتربين، لكنه بيؤدي إلى نتائج وخيمة. في البداية خلوني أتمنى كل السلامة لكل المغتربين، ربنا يسلمهم يا رب ويردهم جميعا لأهلهم بصحة وبعافية. الخطأ البسيط اللي بيتهاون فيه البعض إن هو بيمشي بدون ما يشيل الهوية، اللي هي بطاقة التعريف المدني، الهوية الشخصية بتاعته اللي بتعرف عنه. طيب الخطأ ده ممكن ينتج عنه إيه؟ زي ما قلنا ربنا يسلم الجميع يا رب. في واحد في يوم مطير يعني كان خارج بره يعني لا أخذ معه الموبايل بتاعه ولا أخذ الهوية ولا المحفظة ولا حاجة، قال عشان كان فيه أمطار شديدة يعني، وماشي طبعا بصحته كامل، صحته وعافيته تمام التمام، وهب شاءت إرادة الله وهو ماشي وقع على الأرض واتوفى. في الحالة دي أقرب واحد كان على بوابة، كان حارس أمن، اتصل طبعا بالشرطة، فجت سيارة الإسعاف شالته ودوه على المستشفى. أما وصل للمستشفى وصل متوفي، فتم نقله على المشرحة. دخل المشرحة فاتأيد مجهول، دخل مجهول، وبعد كده له قرايب هنا بدأوا يدوروا عليه. الشرطة نفسها اتصلت على كفيله عشان يشوف الإجراءات بتاعته. هتقول لي طبعا طب هو إزاي مجهول وإزاي الشرطة عرفوا الكفيل؟ هنا هي النقطة. الشرطة لها إجراءاتها وبتعرف عرفت الشخص ده، لكن التعريف هنا تعريف أو استعراف زي ما بيسموه الشرطة مش كفاية في الحالة دي، إنه إحنا بقينا بصدد حالة وفاة وجثة، ودخل واتكتب إنه هو مجهول. هو لو هويته في جيبه في الوقت ده هيدخل ويتسجل باسمه وبياناته وكل حاجة، لكن طالما دخل المشرحة على إنه مجهول لابد إن يطلع له من النيابة شهادة استعراف يقولوا ده فلان. بتكون في الحالة دي من النيابة مش من الشرطة، وبتكون بناء على تحديد هويته من قبل الطب الشرعي. الموضوع بينتقل من الشرطة للقضاء، الطب الشرعي طبعا تابع للقضاء، فهو اللي بيحدد الشخص ده مين، وبناء عليه هيتم الإفراج عن الجثة واستكمال باقي الإجراءات. طيب هو في المشرحة وكفيله عارف واحنا عارفين والشرطة عارفة، لكن لابد من انتظار اللي الطب الشرعي لما يحدد عن طريق لهم طرقهم لحد ممكن توصل لتحليل الدي ان ايه. الموضوع ده اخد اسبوع والشخص جوه الثلاجة واهله عندهم الخبر، وان اهله كان لازم عندهم الخبر ان الشخص كان هندي، وكان لازم يجي وكالة من الهند من زوجته، دي الاجراءات بتاعتهم علشان يتم التصرف في الجثة. بتيجي الوكالة صادرة لشخص معين، كان جوز بنته هنا عملناها باسمه. أنا طبعا لأن تعرضنا للموضوع ده قبل كده وأنا في الاتش ار ده شغلي، بدأت أعمل في الإجراءات، ما انتظرتش على ما يطلع استعراف إن هو الشخص الفلاني. بلغنا أهله وخليناهم عملوا وكالة وصدقوها هناك عند الكاتب العدل الخاص بهم في الهند وبعتوه، فأنجزنا في الموضوع شوية. وبعد كده بدأنا في الإجراءات المتبعة علشان نسفر الجثة للهند. النقطة اللي يعني حابب أقول عليها هي دلوقتي إن هو أخذ أسبوع بدون لازم بسبب إن هو لم يعني ما كانش حامل للهوية بتاعته في جيبه. لو في الهوية في جيبه كان وفر الأسبوع ده، يعني هو في الثلاجة، وكان الله في عون أهله على الفترة دي كلها وهم منتظرينه. فالنصيحة ربنا يعافي الجميع يا رب، إذا تعرض أي شخص الحالة زي كده، حالة وفاة حد تعرفه معه هوية معهوش هوية، في الحالة دي أول حاجة تعملها إنك تراجع السفارة الخاصة بيه، إن كان مصري إن كان هندي إن كان بنجالي، تروح على السفارة على طول، لأن كل سفارة بيكون عندها مندوب مخصوص شغله للكلام ده، هو اللي بيتكفل بكل حاجة، وكل بلد بتختلف عن البلد التانية. فأنت اختصارا للوقت على طول تتواصل مع السفارة، بيجي المندوب بيقول لك بنعوز 1 2 3
من الأول من البداية. ممكن الموضوع في خلال يومين 2 يكون جاهز، إن كان حتى إجراءات الدفن هنا أو تسفير للموطن الأصلي للمتوفى. في النهاية أتمنى السلامة لكل المغتربين اللي أنا واحد منهم، أتمنى السلامة للجميع يا رب، وبنقدم بس النصيحة، ويا رب يا رب محدش يحتاج أن نعمل بها. السلام عليكم.